كل عام وانتم بخير اعزائي المتابعين. لو انت كروي يبقى تابعنا عشان تكون صديقي، ولو بنت غاويه كوره اهلا بيكي. المباراه اللي عملت لنا صداع بما فيه الكفايه، الاهلي والهلال، انا بقيت متاكد يعني بنسبه مليون في الميه ان لا قدر الله في حاله اي نتيجه سلبيه بالنسبه لنا وصعود الهلال احنا هنقابل كارثه كونيه. ثق تماما وتاكد انه في حاله لا قدر الله وكان ربنا شايل للهلال ان هو يعدي، بالنسبه لنا هتبقى مباراه كره قدم وعدت، وهتبقى نكسه وهنزعل فتره كبيره والكلام ده. سهره رمضانيه جميله المفروض ان هي ما بين اخوه واشقاء. بقيت متخوف جدا ان ربنا يكون شايل للهلال السوداني انه يصعد، وده شيء على فكره انا هزعل مش عشان هو صعد، لا انا هزعل عشان فرقتي ما صعدتش. فانا بقيت قلقان من الزيطه الكونيه اللي هتصاحب هذه الظاهره الكونيه اللي هتبقى على السوشيال الكونيه بعد كده. ايه لو حصل الكلام دوت؟ هنقول مبروك لاخواتنا الهلاليين، هنقول لهم الف مبروك عليكم الصعود وهارد لك لينا ومباراه كره قدم، مش اكتر من كده. تعالوا وركزوا عشان انتوا ممكن بتصرفاتكم تبوظوا علاقات كتير تاريخيه. من يتقي الله يجعل له مخرجا. السلام عليكم.